عندي هنا نص كيلو ديال اللوز ديال تنغير اللي بغى اللذه، اما ديال تنغير اما ديال الريف. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو الاحمر اولا الفول السوداني. عندي هنا يترو ناقص واحد الكاس ديال زيت ارغان. عندي هنا للتحليه غادي نحليه بسكر جوز الهند اولا سكر ديال الكوكو اولا ستيفيا اولا سنيده عاديه اولا اللي بغي كما بغيتو. عندي هنا العسل، عندي شويه ديال الملحه. دابا غادي ندوز نغسل هذا اللوز ونغسل الكاوكاو. صافي، هذه الثالثه وصفه عليه الماء. غادي نزيد نطلق عليه غير روبيني، غير هكا واحد الرشه خفيفه وصافي. غادي نغسل الكاوكاو. الكاوكاو تيكون نقي ماشي بحال اللوز، اللوز تيكون مكرفس. الا كان الفران يسخن مزيان ويتنقص شويه وتخليوه يتحمر على خاطرو. كانت المقله كذلك غير تسخن المقله نقصوا لها وتحرك. ديك ما تحيد تديكم ما تحيدش نتحرك. انا غادي نحمرو في الاير فراير. الا كاينه الاير فراير راها الرحمه، حتى هي عرفتي تتسربي احسن من الفران احسن من المقله. عرفتي حمرت فيها هادشي ديال الزميته برمضان، عرفتي هاد العام ما تعذبتش. صافي انا حمرت كاوكاو وما بقيت لكم تحميره زوينه، وهي يبقى في لونو ولكن من داخل الحبه تتكون محمره كونش محروق. انا حمرتها درجه الحراره على 180. المهم في الفران في الاير فراير في المقله اي حاجه تكون العافيه متوسطه وتحرك. ها اللوز كذلك، ها هو اللوز تيبان هكا، ولكن هيا نقسم الحبه قدامكم. هيا مذهبه من الداخل ما يبقاش بيض، راه اللون ديالها ذهبي راه غير مع التصوير. انا غادي نقسم اللوز حتى هي هاهي من برا عاديه ما محروقه ما والو، ومن داخل مذهب. اما الا كانت العافيه مجهده وداك الزربه شي تيتحرق شويه تيتحرق شويه تيبقى بيض. منين تيتطحن ما تيعطيش داك اللون، الكحل المحروق مع البيض تيعطي داك اللون بحال اللي عاطي الرمادي. حنا بغينا حتى اللوين ديالو يكون زوين. انا دابا بديت تنطحن، انا طحنت غير في هذه الفلاشوار وطحنا فيا مزيان حتى يرجع هكا ما معاه حتى حاجه. يكون شويه دافي. الا غادي نديروه بالسكر طحنوه بالسكر تيطلق الزيت اكثر من تيتعلق اكثر من هكا. وهو لا بد واخا تطحن مزيان من اللي عنده تيرموميكس واخا تيهبطو لين يعني كريم. وهذا الشيء الاخر كامل الالات الاخرين كلهم تيطحنوا ولكن تيبقاو داك الحبيبات ماشي بحال الرحى تطحن مزيان. صافي انا غادي نكمل اللوز ونرجع معكم.
صافي انا ما غاديش نزيدو الزيت، بركه. هذا هو القياس اللي بغيتوه قاصح بزاف تنقصوا الزيت، بغيتوه خف من هكا زيدوا الزيت. وعلى ذكر الزيت، راه حتى بزيت البلديه تيجي زوين. الا ما كانش زيت البلديه يدار نص بلديه ونص زيت روميه، اولا غير بزيت لوسير حتى هو راه تيجي زوين مع الحلاوه، كتوكل كلشي. دابا نفس الطريقه غادي ندير الكاوكاو، غادي نطحن كاوكاو ونرجع معكم. صافي انا طحنت كاوكاو غير بشويه، سيروا معاه حتى يتطحن. سنيده راه تتساعد على اللوز او الكاوكاو يتطحنوا مزيان. شويه الزيت، انا غلطت، درت واحد الخطا في الطحنه ديال اللوز. طحنت موالفه تنديرها تنطحن بالبغا ميكسور في لو بول ديال الهاشوار، ولكن تنضرب غير هكا هي من الفوق. البارح مع الكاميرا غفلت وضربت في الوسط، تهرس معليش. ضاع هذاك اللوبول تاملو، يعني انا ما غاديش ناكلو، انا غادي نصوركم وما غاديش يتكل لان فيه الزاج. واخا داك الطرف الكبير تحيد ولكن نخاف. هذا غادي نديرو من الاحسن نديرو راك اللي تتعرف حسن ملي ما تتعرفش، من الاحسن غادي نديرو هنا. غادي ندير شويه الزيت هو الاول، غادي ندير السكر الكافي على حساب الرغبه. هذا السكر ديال الكوك اولا سكر جوز الهند صحي، احسن من هو احسن من ستيفيا. وانا تنطحن وانا تنزيد شويه بشويه ديال الكاوكاو وشويه الزيت حتى نحصل على الكثافه اللي بغيت.
صافي. انا تنديرو شويه خفيف، تنبغي تكون فيه الزيت كثيره. هذا كي تيتباع قاصح، راه غير باش يتقل الميزان، لان اللوز اللي غالي هو الزيت. هذا ديال الكاوكاو، هذا ديال الكاوكاو راه منعنع عزيزي ديال الكاوكاو. وهذا عملو ديال اللوز وزيت ارغان. صافي هذا ديال الكاوكاو، والله اللي تيجي احسن من ديال اللوز. عندي انا بعدا عند عشاق اصحاب، عند عشاق الكاوكاو. شوف التحميره ديالو، ها واخا بقشورو ما بانو لا قشور لا والو، راه اللون ديالو راه مغموق، راه غير في الاضاءه. هاي نقرب لكم اللون ديالو راه زوين، واحد لا كولور فيه زوينه. ها صافي هذا تيجي زوين، راكم عارفين كل واحد مع اش تيبغي. انا تنفضلو مع البغرير. وهكا من تيكون خفيف، يعني الزيت غالب عليه. الا كان زيت المائده تقلوه، كثروا الكاوكاو اولا اللوز، يكون الكاوكاو ولا اللوز يكون غالب. هكا حتى بغينا الاخر مع العسل تيبقى تيتعلق، خصنا نحركوا القرعه. هذا لا، مع السكر كما كان. السكر تيكون ساهل في الاستعمال، وتي هكا بحال العسيله. وهذا حتى هو وتيبقى. هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنقدم لكم بالصحه والراحه. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.